السلام عليكم واحلى تحية حب لأحلى متابعين. النهارده هنعمل زبدة بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم بإذن الله. أنا عملت وصفة قبل كده بتاعت الزبدة والحمد لله طلعت جميلة جدا. هنقوله كده ونسمي ونصلي على الرسول. هنعمل كده، هنجيب حليب يكون طبعا سايب بخيره يعني. انا بجيب من مكان نضيف عشان كده مصفيهوش. انا قبل كده صفيته كذا مره لقيته نضيف خلاص فما بصفوش خالص. لو انتوا جايبين اول مره فلازم تصفوه بمصفى تكون خفيفه قوي او شاشه، وبعد كده نغليه غلوه. وعرفتكم ممكن تغلوا لو بتنسوا اللبن ولا حاجه توطوا عليه وتحطوا معاه ايه علشان لما يغلي مفرش مننا. هنغلي الحليب بتاعنا كده حسب الكميه اللي انتوا عايزينها ونغليه كويس ونغليه 10 دقايق. تمام. وبعد كده هنستخدمه، هنعمل منه الزبدة بتاعتنا. هنستنى عليه لما يغلي ونقلبه 10 دقايق ونسيبه يبرد معانا شوية، وعشان نعرف نستخدمه لازم نقلبه كويس ونغليه حلو جدا. نقلبه 10 دقايق على النار. تمام. والحليب دوت بيبقى بخير وبيبقى فيه وش وفيه حاجات جميلة قشطة يعني اللي فوق. لما بنسيبها تبرد انتوا ممكن تحطوا الفنجان ده في قلبه وتوطوا عليه، مش هيفور ان شاء الله معاكم خالص، او طبق. تمام. وبعد كده بنسيبه يبرد شوية و يعني زي دمعة العين كده، يبقى دافي خالص. حاجات بسيطة جدا عشان لو يكون سخن قوي هيبوظ معانا، لو بارد قوي هتبوظ معانا. فلازم تكون زي دمعة العين، تحط صباعك كده فيه تستحملي السخونية بتاعته. تمام. انا معايا علبة زبادي، هنا معايا علبة زبادي 200 جرام من برضو مكان يكون نضيف، يكون عامله علشان برضو لو الزبادي مش معمولة في مكان كويس او جايباها ومجرباها بتضعف لنا المكونات اللي احنا بنعملها. فلازم تكون كويسة عشان نعمل بيها الخميرة بتاعتنا دي. نقلب كويس جدا الزبادي مع الحليب وندوبهم تماما. ممكن نعملها في الخلاط، مفيش اي مشكلة تقلبيهم في الخلاط عادي، بس هي مش محتاجة يعني. لو عايزة تعمليها في الخلاط اعمليها، دوبيهم كويس جدا. انا بعمل زي هي بعملها زبادي. تمام. لو عايزة تشتري زبادي وتعمليها بالزبادي على طول مفيش اي مشكلة خالص. تشتري زبادي علب زبادي بلدي، مش اللي فيها اي نوع تاني، لازم تكون زبادي بلدي. الكثافة بتاعتها بتبقى اكتر. وبعد كده بدوبتها كده خالص، رحت ايه ضيفاها في كوبايات او في كاسات. يعني انت عايزة تجيبي 4 علب زبادي مثلا وتجربي فيهم من بره مش مشكلة خالص. عايزة تجيبي كيلو حليب وتعمليه كده وتستني عليه 6 8 ساعات وبعدين نعمله زي ما احنا هنعمله مفيش مشكلة برضو. تمام. هجيب مية دافية ما تكونش سخنة برضو، علشان لو حطيتي مية سخنة او مية ساقعة مش هتعمل لنا الزبادي بتاعتنا. فاحنا لازم نكون المية بتاعتنا وسط. لو احنا نعمله في فخار لازم تكون المية سخنة جامد عشان الفخار بيوصل له الحرارة بصعوبة، لكن الفناجين دي بتوصل لها الحرارة على طول. ونحطه في مكان دافي ونسيبه 6 7 ساعات ونشوف معانا من 4 ل6 ساعات يعني براحتنا بقى. بنسيبها كده شوية حبة حلوين وهو بنشوف كده الزبادي اتعمل ما شاء الله اهو ماسك نفسه اهو. لو قلبناه كمان مش هينزل معانا المية كده، هو كده جميل ما شاء الله. لو قلت كمان لو حابة تشتري وتريحي نفسك مفيش اي مشكلة، جيبي 4 علب زبادي واعمليهم زي ما انا هعملهم كده. الوصفة دي صراحة واحدة صاحبتي مديهالي من بره يعني، مش واحدة اجنبية، مش مصرية.
فانا قلت اجربها واقول لكم طريقه سهله وبسيطه. حطيت 4 كوبايات من زبادي على الكب اللي هي عملتها في الكبه. انا عملتها في الخلاط، لو انتوا عندكم كبه اعملوها في الكبه. تمام. بننزل كل الزبادي بتاعتنا، والزبادي طبعا هتتاكل كده جميله، يعني لو عايزين تعملوا زبادي بس كده وتاكلوها خطيره. كده بالشكل ده. عمر هياخد واحده منها. ضفت بس يعني ربع كوبايه من الميه. تمام. علشان يتحرك معايا الكبة او الخلاط. نضرب لمدة 10 دقايق متواصلين. 10 دقايق لازم تتضرب 10 دقايق. والكبة تسهل لكم الموضوع برضو عن الخلاط تهيألي كده. هنضربها لما تجمد معانا. ال10 دقايق بتوعنا يخلصوا ونشوف مع بعض بقت عاملة ازاي. اهي. لو فيها مية بقى نصفيها، لو ما فيهاش مية خلاص كده هي ماسكة نفسها. احنا لو فيها مية ممكن نكورها كده ونحطها في مية بتلج 10 دقايق. وبعد كده نعملها في اي حاجة او رول البلاستيك ده اللي بنلف فيه الاكل، ونعملها بالشكل اللي احنا عايزينه وتطلع علينا بالشكل اللي احنا عايزينه. تمام. نحطها في التلج 10 دقايق تمسك معاكوا على طول. نحطها في التلاجة براحتها، بتمسك معانا براحتها، تقعد معانا 4 5 ساعات في التلاجة. وبالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده نسيبها براحتها في التلاجة معانا، ونقطع ونعمل منها بعد ما تطلع نقطع ونعمل منها اي حاجة. ال4 علب زبادي يعملولي 300 جرام مثلا او 400 300 او 400 جرام زبدة. حلوة جدا ما شاء الله. استخدموها بقى في اي حاجة ان شاء الله تعجبكم. استخدموها في الحلويات، استخدموها في اي حاجة تعجبكم ان شاء الله. تكون طريقة سهلة وبسيطة وتعملوها ان شاء الله تنجح معاكم. تقولوا لي في التعليقات. يا رب تكون بفيدكم. السلام عليكم ورحمة الله.